المساجد شيئا، فهم ينظرون إلى المساجد نظرة ريبة وقلق. لهذا يجب علينا نحن المسلمين أن نبين للناس حقيقة المساجد بكل الوسائل المتاحة، وأن نؤكد للأوروبيين أن المساجد لا تشكل أي تهديد أو قلق للمجتمعات الأوروبية، لا على الأفراد ولا على الجماعات ولا على النظم والقيم ولا على العادات والتقاليد والأعراف، وأن المساجد مفتوحة للجميع. أبواب المساجد مفتوحة للجميع لمن أراد أن يتعرف على حقيقة المسجد وإدارته وإمامته ورواده، فالباب مفتوح للجميع. وأن المسجد في الإسلام يسمى بيت الله كما هو معلوم، فهو مصدر أمن واستقرار، ولذلك يجب علينا أن نبين للناس حقيقة المساجد، وأن رسالة المسجد في جزء كبير منها يتم فيه التركيز من قبل الأئمة والخطباء والوعاظ والمرشدين على تشجيع ثقافة الحوار وحسن الجوار والتفاهم مع الآخرين، لبث روح التعايش والتسامح والتعاون مع جميع فئات المجتمع ومع مختلف الديانات والثقافات. وأن المسجد برسالته المتميزة يقدم